الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل لكم فيديو النهارده جديد من نوعه يعني على القناه، اللي هو طريقه عمل العيش الفلاحي الاصلي اهوت. طريقه خبيزه. واحده بتكسر لها، يعني بتمسكوا تفردوا نص فرده والتانيه تفردوا بالسريع زي ما انتم شايفين كده، برقيق خالص زي ما هتشوفوا قدامكم كده اهوت. تقلبوا اهيت، شاطرين خالص امت. ده في العزبة، كنت في العزبة امبارح يعني وصورتهم بخبزوا العيش بتاع أجدادنا، ده الأصل، العيش الفلاحي الأصلي البلدي الأصلي هو ده. بالشق بالسكينة بقى كده شقتين. دي بتكسر لها، يعني بتفردها نص فردة كده، والتانية تاخد تكمل بالسريع. والست الكبيرة هي تخبز في الفرن. الفرن اهو عندنا كله طبيعي اهو. العيش اهوت بعد ما بيخلص بتحمر من فوق ومن تحت، وشكله في منتهى الجمال وطعمه جميل خالص ورقيق، مش تخين زي العيش اللي بيعملوه دلوقتي. في عيش دلوقتي بيعملوه اللي هو العيش الرح يعني، او ده هو اللي اسمه الرح، والتاني مش عارفه اسمه ايه صراحه، يعني اللي هو بتخين شويه ده وسميك شويه ده اهو. بعمله باللبن، لكن ده ميه ودقيق وملح وبس. العيش اللي قدامكم ده بتفرد خلاص زي ما انتوا شايفينه كده اهوت. بتخبزه اهيت في الفرن وتطلعه متحمر خالص اهو. بتفرد خالص بس رقيق خالص زي ما انتوا شايفينه كده، وتشقه نصين بالسكينه اهو. شايفين اهو اللي بيته اهيت. هتفرد تاني برضو اهيت بالسريع برضو، تيجي شقة بالسكينة. هتقلبه برضو كمان قلبة كمان، تيجي شقة بالسكينة قلبته قلبة كمان اهي. هتشقه بقى بالسكينة بعيش عيش الرغيف مشقوه نصين زي ما انتوا شايفينه كده. وده العيش الفلاحي الاصلي بتاع اجدادنا. لكن في حاجات دلوقتي عيش تاني طالع دلوقتي بيعملوه بالمكنة وبيعملوه تخين، يعني زي ده بيعملوه بلبن وملح، ويحطوا عليه سمنة او زيت، وعيش برضو، بس طريقته مختلفة عن ده مية وملح ودقيق وبس وده مثلا لو هو نشف منهم شوية، يعني لو غايب عندهم نشف منهم شوية، بتجيبوا أي خضرة يحطها فيه يضطر تاني العيش ده عشان برقيق خالص بياكلوا بيه بقى اللي ياكلوا بيه طبيخ، يعني عدس، يعملوا بيه فتة كده يعني اهو. وبسرعة بخلصوا، بسرعة بخلصوا في ثواني. يبقى عندهم يعني عجينة كتيرة بخلوها في ثواني عشان بيخش هو سوا في الفرن كتير يعني اهو قدامك اهوت. ولو عجبكم الفيديو يعني اعملوا اشتراك في القناة واعملوا اعجاب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهو. الست دي بتاخد القش ده اللي بتسوي بيه، ده قش الرز، تسوي بيه في الفرن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.